النهاردة هحكي لكم عن واحدة من أكتر القصص الحقيقية اللي خلت العالم كله يصدق إن الشر فعلا موجود. دي مش قصة الفيلم، دي قصة البنت نفسها. اسمها أندريا. عاشت 5 سنين في بيت الجحيم نفسه كان ساكن فيه. سنة 1971 أندريا كان عندها 12 سنة. أكبر إخواتها البنات الخمسة. أبوها اسمه روجر وأمها كارولين. اشتروا بيت في مزرعة في ولاية رود آيلاند. البيت كان قديم جدا لكن واسع وجميل والسعر كان مغري، فافتكروا انهم كسبوا صفقة العمر. اول يوم نقلوا البنات كانوا بيجروا ويضحكوا، بس الكلب بتاعهم وقف عند الباب مش عايز يدخل، ولما دخلوه بالعافية بعد ساعات قليلة لقوه الصبح ميت في الحديقة. الليلة دي كانت أول ليلة وأندريا افتكرتها طول حياتها. في نص الليل بدأت تسمع خبط في الحيطة، كأن حد بيخبط من جوه الحيطة. كل لما تنام تحس بحد بيتنفس جنب ودنها، ولما تبص مفيش حد. بعد كام يوم بدأت أندريا تلاحظ حاجات غريبة، ريحة كأنها في حاجة ميتة في البيت. ومرة وهي بتلعب سمعت صوت ست بتنادي عليها باسمها. لما بصت لقت ست لابسة هدوم قديمة ووشها باين عليه الغضب. الست بصت لها وقالت لها بصوت مخنوق: اخرجي من بيتي. وفي اليوم ده الكوابيس بدأت. البنات كلهم كانوا بيشوفوا نفس الست. واحدة تقول شافتها بتبص من فوق السلم، والتانية تقول شافتها قاعدة جنب السرير. بس أندريا كانت أكتر واحدة بتتكلم